نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. البلجيكي وكذلك اللاعب الياباني موريتا لاعب فريق سبورتي لشبونه. بي اس في ايندهوفن لديهم ركلة البداية الآن. بي اس في يتأكد حكم المباراة الإيطالي من جاهزية كل شيء ويستعد للإعلان عن بدء أحداث هذا اللقاء هنا في استاد فيليب على اليسار. ارتكاز طبعا يتواجد مورتن هيولماندا ويتواجد فريق برشلونة، ومن ثم تجربة أيضا في كذلك سجل 30 هدف في 9 مباريات حتى الآن منذ بداية الموسم من عام 2003 استمرت حتى 2016. رأسية خطيرة جيدة على الإطلاق لبي اس في ايندهوفن في المباريات الأخيرة، لكن هذه تاخد وكرة جميلة عرضية خطيرة، لكن الخبرات الطويلة لهذا المهاجم ستكون مؤثرة بكل تأكيد. هذه تمريرة لكن تغطية من جانب نونو سانتوش ومحاولة من باكايوكو اللي يعني يتفهم من جديد لباكايوكو. وصلت في الأمام خطيرة باكايوكو اللي بيلعب كرة في الأمام لجيني كاتم ومقطوعة من أمام جيني وتسديدة جول أول يأتي لبي اس في ايندهوفن من تسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء. شوت بي اس في ايندهوفن طويلة في الأمام ورجمة لفلامينجو. مرة الكرة في الأمام فلامينجو على الأرض من جانب الصبيري. تعود من جديد 2019-2020 فوز لبي اس في ايندهوفن 3-2 على هذا. جيوفاني كويندا راح جيوفاني تقدم في الأمام. جيوفاني اللي يلعب في الوسط من جديد، وهذه تمريرة في العمق. موريتا على الجهة اليسرى نونو سانتوش. نونو الدولي البلجيكي هتاخد جميلة تلقى تأتي الآن من ترينكاو داخل منطقة الجزاء. فرصة للتعادل. فرانكو جيني يفقد كرة الصبيري في محاولة روجر شميت. دربهم رود فان نيسترلوي، دربهم كذلك فريد روتن. فترة مؤقتة تسلل احتسب على اسماعيل الصبي، طالبة بالتسلل. نظر حكم المباراة مرة مرتين لكن اللاعب يستمر ليه من جانب البديل كواريجما. ونلتقي بعد الأخرى برشلونة وإشبيلية في النسخة الماضية، وكان في شباك فريق بروسيا دورتموند في دور 16 في التعادل 1-1. ودي تسديدة قوية مرت من اسماعيل الصبيري إلى خارج المرمى، ركلة مرمى. مرة أخرى تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد كرة تهيأت لإسماعيل الصبيري، سددها قوية أرضية مرت على يسار الحارس آلي. نقل الكرة في الأمام لخوستيلمان يلعب عرضية خطيرة الرأسية، لكن كرة طويلة في الأمام. استلام رائع من جانب الصبيري، يلعب كرة عرضية خطيرة. تسديدة مرت أعلى المرمى بغرابة بعد كرة عرضية رائعة من جانب بين. كرة ترتد من جديد أمام منطقة الجزاء. الصبيري يلعب كرة عرضية لفيكتور جيوكوريش. اسماعيل الصبيري شفهي لكواريجما في هذه اللقطة. طبعا هو لم يلمس قدم اللاعب، لكن ايضا التقدم الان تاتي من جانب الفريق سبورتي لشبونه. تعود بتسديد اللي بيلعب لنونو سانتوش. نونو عرضية خطيرة لكن مرت من امام جيوفاني. استلام رائع من جانب جيوفاني، يعود من جديد جيوفاني بالكعب جميلة. حاولة من جانب ترينكاو والبا الشار لاستمرار اللعب بالتمرير الان في الامام. استلام رائع من جانب لوك ديونج، مش ممكن، غير معقولة. روعة استخلاص الكرة من جانب لوك ديونج، لكن بعد ذلك سدد خارج المرمى، تخلص من المدافعين.